الناس دي عامله ازعاج من الصبح حرفيا. هم اللي صحوني من النوم، معرفش كانوا عاملين زعقوا من شويه وبتاع. المهم في شمس النهارده، درجه الحراره هتبقى حر جدا النهارده، فده هيساعدنا في التصوير شويه. بقالي كتير قوي ما عادش القعده دي. فالفيديو ده اصلا انا عامله عشان ارد على السؤال الفيديو اللي فات. نسيت انشر هدومي امبارح بالليل. دلوقتي هنلبس عشان ننزل وبتاع. النهارده ما ورايش حاجات كتيره تتعمل، يعني مش صاحي من النوم ورايا مشاوير، لا نهائي. يعني انا النهارده يوم فاضي جدا، فهصور وارد على السؤال. الفيديو ده اصلا انا عامله عشان ارد على السؤال الفيديو اللي فات. يلا بقى نحط البتاع. عاملين ايه؟ بسكوت. كتير قوي ما عادش القعده دي، وحشتني انا بتكلم معاكم بقالي 3 فيديوهات حاجه كده، يعني داخله في شهر عشان في اسبوع ما نزلتش فيديو. يعني مش ده موضوعنا يا ادم، احنا بنتكلم دخلتنا في موضوع تاني خالص. انا طالع ارد على سؤال معين كده، او جاي اقعد القعده دي معناها ان انا جاي اتكلم معاكم او هرد على سؤال معين. سؤال كنت كتبته الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو اللي فات هتلاقوه يا هنا هيطلع هنا، يا هتلاقوه اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، فخش شوفوه، او الفيديو اللي بقى قبل ده على طول، فخش شوفوه في كلتا الحالات. كنت كتبت في العنوان بتاع الفيديو بيقول لك هل ايطاليا تستحق ان انت تيجي تعيش فيها ولا لا. الفيديو ده خصوصا انا ما طلعتش اتكلمت كده او ما ردتش على السؤال بطريقه معينه ان انا اتكلم معاه، لا انا صورت فلوج طبيعي عادي جدا ونزلته وكتبت التايتل ده. مش بعمل كده عشان اسحب ناس نهائي خالص، والله انا عمري ما عملت كده، لكن انا كنت قاصد ان انا اكتب السؤال ده، وكنت قاصد ان انا انزل الفيديو بالشكل ده. ليه؟ في حد دخل لي كتب لي على الانستجرام حاجه كده، او كتب لي على اليوتيوب كومنت في اليوتيوب، قال لي انت برضو ما ردتش على السؤال. فرديت عليه وقلت له انا قاصد ان انا اكتب السؤال ده، وان انا قاصد انزل الفيديو بالشكل ده عشان اخليكم انتوا تردوا على السؤال بالطريقه بتاعتكم، اللي هو انتوا هتبقوا من طريقه حياتي هتبقوا حابين ان انتوا تيجي تعيشوا هنا ولا لا. وبعد كده انا اطلع ارد على السؤال. انا النهارده بقى طالع ارد على السؤال. انا هطلع اتكلم، ده مش معناه ان انا احسن، لكن انا اللي عايش في الليله، او انا اللي سائل السؤال، فاهمين؟ ثواني. ما تشغلوش بالكم من الشكل يا جماعه، لسه صاحي من النوم يعني. المهم يعني خلينا ننزل دلوقتي. في نفس الوقت لاني بكلمكم في نفس المكان اللي انا بكلمكم فيه في المعتاد، اللي هو هنا، فاهمين؟ حاطط الكرسي هنا ده وبتاع، يعني انا بحط الكرسي ده يا جماعه هنا، وبحط الكاميرا هنا، الكاميرا هنا، وافتح الاضاءه دي. لو ما فيش اضاءه الشمس، اضاءه الشمس قويه قوي دلوقتي، لكن المهم ان انا بصور هنا يعني، فاهمين؟ المهم دلوقتي خلينا ننزل. طالعين على الجيم دلوقتي لاول حاجه في اليوم، اول ما اصحى من النوم، عشان افوق كده اليوم كله، عشان ابقى عندي حماس ان انا اعمل حاجات كتير. المهم احنا طالعين على الجيم، جو حر جدا النهارده، الشمس فوقيا اهي. انا متاكد اصلا انه في ناس الناحيه التانيه بتعوم اصلا، عارف؟ احتمال بفكر ان انا اروح اعوم النهارده، حاجه جديده من الصيف اللي فات ما عملتهاش. عرفت انه في بيشين هنا موجوده في المدينه، اعتقد بتدفع لها 30 يورو في الشهر حاجه كده، يكون عندك اشتراك وبتروح في وقت ما انت عاوز. هو مسبح، ايوه. بفكر اروح اشوفها فين. انا بحب المسبح اكتر من اللاجو، لانه اللاجو اصلا السنه اللي فاتت بيعرفش يعوم كويس، يعني بعيدا عن حاجه بيموت، فاهمين؟ انه اللاجو بيسحب، اللاجو تقيل في العوم، فاهمين؟ وانت بتعوم بتحس انه الميه تقيله، بتعافر، ودي معروفه انه في اصلا في 3 ولا 4 ماتوا السنه اللي فاتت، وكنت بسمع انا الحاجات دي، فاهمين؟ حد مات قدام الكافيه بتاعنا قبل كده. ده اللي بعرفكم. سياح في كل حته دلوقتي اهو، السياح كلهم دلوقتي رايحين الناحيه دي، الناحيه دي في البحر، المكان اللي فيه الرمله ونزلوا الميه، فهناك الناس بتروح تعوم هناك. بس انا ما كنتش بروح اعوم هناك، انا كنت بروح اعوم من الناحيه التانيه، في مكان كده كنت بروح اعوم بنط عليه، ما فيش رمل او حاجات زي كده، كنت بنط من مكان كده على الميه على طول. انا ما اعرفش، جالي حماس ان عايز اروح اعوم، ما اعرفش ليه. ونروح الجيم الاول عشان الساعه 10:30، فبيجهزوا، لسه ما حطوش الحاجه بتاعه المطعم، بتجهز الحاجه اهو. بنجرنا بجهزوا في الحاجه، لسه بدري، المطاعم هنا هتفتح الساعه 12، يبداوا ياكلوا بقى، فاهم؟ واصبح خير. واخويا عامل ايه؟
بص يا جماعه، انا مقتنع جدا من زمان جدا، بعيدا قبل ما اجي ايطاليا، انا مقتنع اي بلد او اي مدينه انت هتعيش فيها فهي زي اي بلد في الدنيا. ايطاليا، المانيا، اسبانيا، فرنسا، مغرب، تونس، مصر، جزائر، دبي، في اي بلد انت هتعيش فيها فهي نفس الشيء، لان انت الشخص اللي هتعيش في البلد. اوكي، ايطاليا جميله جدا 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 كبلد تعيش فيها وكل حاجه، وفيها كل حاجه. لكن في ناس يا جماعه بتيجي بتمشي في طريقين، يا طريق بيبقى جميل وكل حاجه وهتبدا شغل وتكون نفسها فعلا وعايزه تعمل حاجه في حياتها او في هدف عايزين يوصلوا له، فبيجوا هنا هيوصلوا للهدف. صدق يا جماعه انا ما فطرتش لغايه دلوقتي، انا محتاج افطر الاول، اكل حاجه عشان مش هروح الجيم من غير وانا بطني فاضيه، فهفطر حاجه وبعد كده هطلع الجيم. وما دام انا نسيت ان انا افطر حاجه زي كده، فاحنا هنروح نفطر في الكافيه اللي هناك ده، اللي هو جنب محطه القطر. الكافيه اللي هناك هنروح نفطر وبعد كده نطلع الجيم. بصوا العيال اللي هناك دي يا جماعه، العيال دي ايوه، دول على طول كل يوم او حاجه كده الاجازه بتاعتهم. اعتقد دلوقتي عشان خلاص بقت في اجازات مدارس وحاجات زي كده، مبقاش في مدارس. العيال دي بتيجي كل يوم من محطه القطر، بيروحوا يعوموا في المكان اللي انا قلت لكم عليه اللي انا هروحه كمان شويه، وبعد كده يرجعوا اخر اليوم، بيقضوا اليوم وبتاع. هم جايين من محطه القطر دلوقتي، محطه القطر هناك هم جايين منها محطة القطر وحاجات زي كده، فيقضوا اليوم وبتاع. وبعد كده هو جروبات بتيجي من مدارس، حاجة مش مدرسة لكن هم أصحاب بيجوا مع بعض وحاجة. بحب التورته دي جدا، كريمه والتورته حلوه قوي، طعمها حلو. نقعد هنا والله ما قادر. المهم يعني كالعاده انتوا عارفين انا هقول لكم ايه. المهم يعني انتوا عارفين انا هقول لكم ايه. انا ما بصورش وانا باكل، ان انا هفطر دلوقتي تشيز كيك مع حبه كابوتشينو. وصلنا الجيم دلوقتي، اعتقد هيبقى في زحمه شويه جوه. الزحمه كتير الحمد لله، في كام ناس يعني مش زحمه للدرجه، فهيخش اتمرن. هنتمرن. احلى وقت عندي في اليوم هو ده والله العظيم، حد اجي اتمرن كده. نغير اقف كل خلينا نغير ونبدا تمرين. يلا بينا. لسه مخلصين الجيم دلوقتي. التمرينه متعبه جدا، وفكره التمرين في الحر يا جماعه، جو درجه الحراره دلوقتي 28 حرفيا 28. محدش يقول 28 دي عندنا مثلا في مصر ولا الدول العربيه ان هو برد او عادي. لا يا جماعه، 28 دي معناها ما يساوي عند 40 مثلا ولا حاجه، ده بجد والله. فالشمس هنا بتبقى قويه جدا، زي ما في الشتاء مثلا لما درجه الحراره بتوصل عندكم 15 فبتبقى برد، احنا بتوصل عندنا -2. المهم يعني يا جماعه، احنا لسه مخلصين جيم وفي الحر ده متعب جدا، لكن احلى حاجه ان انت تتمرن في الحر بقى، احساس جميل بقى. لسه مخلصين، هنطلع على البيت دلوقتي. مش عارف بقى اطلع على البيت اخد الفوطه وانزل اعوم، اطلع على البيت اخد دش وبعد كده نخرج، فمش عارف اعمل ايه. فلغايه دلوقتي بنفكر، لغايه لما نوصل البيت هنفكر. وفي ناس بسبب المغريات اللي موجودة هنا في إيطاليا كتيرة جدا، بلبس حرية، كل حاجة رخيصة، الحاجات اللي كنت نفسك تجيبها بتجيبها بسهولة هنا. هنا الحاجات اللي كنا مقتنعين إنها هي صعبة إنها تتجاب، مثلا بيت، عربية، فالحاجات دي من الأساسيات اللي موجودة أصلا في البلد، إن أنت مش صعب إن أنت تجيبها، ده لازم تجيبها لأنه ده من الأساسيات. انا بقالي كتير قوي ما عملتهاش، فما عنديش الطاقه وما عنديش الجرأه، لكن لو رحت اعتقد الدنيا هتبقى تمام. فمن غير كسل، من غير اي حاجه. انا بحب التحديات دي، او مش بحب التحدي لانه مش تحدي، انت تروح تعوم عادي اي حاجه صف. لكن لما انت بقالك بتاع سنه ما عملتش الشيء وتروح تاني فانت بتكسل. انا بقى الكسل ده ما بحبوش، حتى لو حاجه بسيطه، بس انا الكسل ما بحبه. فما دام حاجه كسلت عليها لازم اعملها. يلا بقى نقوم نعملها صافي. احساس ان انا رايح اعوم ده بقالي كتير قوي ما حسيتوش، لكن لا، الجو بيتغير لي اموت واعرف. الجو اتغير شويه، الشمس ما بقتش موجوده، لكن الجو حر لسه فاهمين، بس الشمس ما بقتش موجوده. هي كل شويه تروح وتيجي، مش فاهم انا اي حاجه. بس ما تكسلوش، انزلوا اعملوا الحاجه، هتكسلوا هتحسوا في اخر اليوم، هتكسلوا هتحسوا في اخر اليوم انه انا ليه ما عملتش الشيء ده. يعني حتى لو حاجه بسيطه، ليه ما عملتوش؟ خلاص نعمله عشان اخر الليل نقول احنا عملنا كل حاجه في اليوم، فاهم؟
مش مشكله بقى الاسبوع كله نتعب بس يوم الاجازه نتبسط. ليه يوم الاجازه نفضل نايمين ليه؟ قول لي. بسط واعمل، ويوم الاسبوع كله اتعب مش مشكله، الاسبوع كله نايم برضه في نفس الوقت. اللي انا بروح اعوم فيه على طول بيبقى هناك، اللي هو الناحيه دي اللي عند ناحيه المراكب اللي هناك دي، بروح اعوم هناك. لكن انا ما اعرفش اصلا في ناس دلوقتي بتعوم هناك ولا لا، بس هو جو حر، هو في اكيد، لكن بعيد قوي عشان الف محتاج بتاع ربع ساعه عشان اوصل مثلا، وبعد الجيم اصلا بعيد عن الجيم فاهمين. ففي مكان هنا برضه اللي قلت لكم انا مش بحبه اكتر حاجه، لكن خلينا نروح بس نغير جو ولا نعوم ولا اي حاجه، نغير جو. فاحنا مش هنروح المكان اللي انا بروح له على طول، احنا هنروح المكان الاولاني اللي هو هنا ده، هو قريب من البيت. انا بيتي هنا اهو، وهو المكان هنا كده فاهمين. هوريكم دلوقتي لما اوصل اخر الشارع ده بتوصل تلاقي رمله بقى، فاهم، رمله وبتاع وناس بتعوم. فما اعرفش اصلا في ناس بتعوم ولا لا، هنشوف. ادينا بنشوف. انا مش قادر في الحقيقه اروح المكان اللي بعيد ده، لان انا اصلا بعد ما اعوم هرجع البس في حاجات برضه لازم اعملها. لكن المهم دلوقتي ان احنا نروح نعوم نغير جو شويه. خلاص قربنا، شايفين المكان اللي هناك ده اللي هو اللي هناك ده، خلاص احنا هنعديه. في حاجات زرقاء كده اللي هو في النص ده الجراج بتاعت المراكب وحاجات زي كده، هنعديه في مطعم رب تكون شايفين معدي قدامها هتشوفوه، وبس وقتها تلاقوا رمله اصلا وناس قاعده وحاجات زي كده. فنشوف. في ناس بتشمس شايفينهم هناك، في واحد بتشمس هناك. ما اعرفش، الاحساس غريب، احساس بقالي فتره كتير قوي ما عملتهاش، بقالي فتره طويله ما نزلتش عمت. لكن اهو ده الجراج المراكب اللي بقول لكم عليه، هو ده. عندي واحد صاحبي في الاول كان شغال هنا، الكافيه اللي بره ده تابع ليه، الحاجات من هنا يطلعها بره فاهمين. وصاحب الكافيه ده انا اعرفه اصلا، يعني صاحبي مش حد كده، يعني انا صاحبي اعرفه فصاحبه اصلا فاهمين. مش كده ما كانش موجود السنه اللي فاتت برضه تبع الكافيه، وده الكافيه ظبطوه. المكان ده كان فيه رمله وبتاع. بصوا يا جماعه، وصلنا الناس بقى، الناس اللي بتعوم والناس اللي بتعمل قاعد هنا. اصلا بفكر ما اطلعش قدام كتير، هنا افرش انا ولا حاجه بس وابدا اعوم. مش عارف بقى عايز كرسي انا ولا افرش وخلاص وانزل. شبشب ليه معاك ماشي برجلي ليه؟ متخلف والله، عادي رجلي باظت. يا لهوي، ميه تلج يا جماعه، اقسم بالله الميه تلج، لكن الاحساس جامد جدا. انا كويس انها جيت، قلت لكم محدش يكسر. كنت بعوم هنا، كانت فعلا ميه تلج جدا، لكن مش ميه تلج للدرجه اللي تخليك مش قادر تعوم. الصدمه الاولانيه نزلتها مره واحده خلتني عادي. قلت لكم تعالوا بدل ما هتكسل اروح اعمل الحاجه اللي كسلت فيها، اديني مبسوطه. مش هنا زي ما قلت لكم لانه ما بحبش الرمله، مش الرمله الطوب ده، هنا مفيش رمله، هنا طوب، كله طوب في طوب اصلا. جوه لما تخش شويه بتلاقي طوب، فانت بتبقى محتاج تعوم شويه. المكان ده زمان يا جماعه ما كانش جوه فيه غويط، دلوقتي بسبب الميه عليت زي ما قلت لكم اخر مره بقت غويطه جدا جوه، بقت ما بتعرفش تقف. هنا في طوب وحاجات فبتبقى مشكله يعني. السكن هتلاقي لكن بصعوبة. الحاجات اللي محدش هيقولها لك هي دي فعلا. السكن هنا في ايطاليا من اصعب الحاجات اللي ممكن تتلاقي. في ناس بتقعد كتيرة جدا عشان تلاقي سكن. انا ما قالوليش الكلام ده قبل ما اجي ايطاليا، فلما جيت هنا لقيت الصعوبة. وانا بقدم الفيزا في المغرب وحاجات زي كده كانوا ما بيقولوليش انه في سكن وتدور على السكن قبل ما تيجي والحاجات دي كلها، لا خالص. كان بيقولوا لي الموضوع سهل، لكن هنا السكن فعلا صعب. الشغل هتلاقي لو انت عايز تشتغل، دي الناس بتيجي بتقعد تدور تيجي تقول لك مفيش شغل، لا هو في شغل، لكن اللي عايز يشتغل. ايطاليا يا جماعه جميله او كل حاجه، كواحد عارف هدفه، كمحدد هدفه قبل ما يجي، عارف انا هعمل 1 2 3 4 وعشان اوصل للهدف اللي انا عاوزه. فهي ايطاليا هتبقى حلوه بالشكل ده. هتبقى وحشه للناس اللي هتمشي على هواها او هتمشي على المغريات اللي موجوده هنا، هتبقى وحشه بالنسبه لهم، هتمشيهم في طريق غلط. خليهم في بلدهم احسن. هنتكلم خليهم في بلدهم احسن، فكره انت ماشي في طريق صح في بلدك احسن من ان انت تيجي هنا تبوظ نفسك فاهمين. لكن كبلد وكده، كبلد معروفه اصلا، مش محتاج انا اطلع اقول ايطاليا من اجمل البلاد الموجوده في العالم. فيها اماكن كتيره جدا سياحيه ممكن
تروح وتتبسط وتعمل، وفي نفس الوقت هتلاقي شغل وتشتغل وتسكن في مكان حلو كل حاجه. هي دي الفكره، ده اجابتي على السؤال. الطريقه دي وجهه نظري، يا رب تكون فهمت. اللي ما فهمش اكتب لي في الانستجرام يا جماعه. اي سؤال يجي في بالكم او اي حد ما فهمش حاجه يكتب لي في الانستجرام، لانه في الكومنتات في اليوتيوب مش هعرف نعمل تواصل ما بيننا على طول. اللينك الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن، خشوا شوفوه، خشوا اعملوا لي فولو وانا هرد عليكم على طول. واي حد بيشوفني دلوقتي وبيكتب لي في الانستجرام بتلاقيني برد عليه، برد على كل الناس يعني. فبس هي دي اجابتي على السؤال. يا رب تكونوا فهمتوا الاجابه، يا رب اكون وضحت لكم الفكره بشكل معين. فبس يا رب يكون الفيديو عجبك. انا بكلمك انت، يعني انت اللي هو عشان وانت بتشوف الفيديو كانه الفيديو موجه ليك انت. ما تنساش بقى تعمل، مش محتاج اقولها صح يعني، اصلا تعمل لايك شير سبسكرايب. اللي عايز يعمل يا جماعه لايك، فاللي عجبه الفيديو يعمل لايك وشجعني ان انا اكمل، واللي ما عجبوش فده رايك ويحترم، احترم رايك. فبس يا رب الفيديو عجبك، بس سلام.